في حقل الحاج عبد الله السبع في قرية الكلاحين جنة. الحقل ده منزرع بشتلات قصب السكر المعتمدة الناتجة من محطة إنتاج شتلات قصب السكر في كومومبو التابعة لمعهد بحوث المحاصيل السكرية. الحقل ده منزرع على نظام الري بالتنقيط على مسافات 1.5 متر زي ما احنا شايفين. الحقل ده الزرع في 25/6/23، يعني النهارده شوف المحصول الضخم ده والنباتات اللي بتوحي ان هي هتدي محصول عالي. دي عمرها 7 شهور ونص. واهم ما يميز الزراعه بالشتلات عدد النباتات اللي بتديها كل شتله، واحنا عارفين ان المحصول عباره عن عدد النباتات الصالحه للعصر اللي انا هوردها وطولها وقطرها. فلو بنبص على عدد النباتات احنا ممكن نبدا نعد هنا. عد كده يا حاج محمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. عد كده كمان دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وعد كمان دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وعد الأخيرة دي برضه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نكمل. 11 12 13 14. يعني أنا عديت حوالي 3 شتلات أو 4 شتلات. التفريع بتاعهم أقل حاجة كانت عندي 10 اللي هي هنا دي، وأعلى حاجة دي كانت جابت 22 أو 23. كده أنا بحط 3 شتلات في المتر. لما هبص الاقي أنا عندي هيقرب من 7000 شتلة في الفدان، وال7000 شتلة في الفدان كل شتلة هناخد أقل رقم اللي هو 10 عيدان. هيبقى أنا بتكلم في 70,000 عود. كده أنا هجيب محصول عالي جدا. هنا الكلام بقى احنا عايزين نسأل الحاج عبد الله على رأيه في الحقل ده، يعني الزراعة بالطريقة دي. ايه رأيك يا حاج؟ لا، الزراعة 100%. زراعة 100%. يعني ايه الفرق بينها ما بين الثانية؟ فرق منها التهوية. التهوية اللي بينها ما بين بعضيها دي واحدة. وفرق منها الحشايش اللي هو انا نظفتها. ما خليتش حشايش. وثاني عن ذلك الري برضه بالمعاد. والنظام بتاع الاسمده والهني كله بالمعاد. السماد اقل. طيب السماد هنا اقل ولا في الزراعه العاديه؟ لا، اقل هنا. طيب والمحصول متوقع يعني هيكون ايه؟ ده اعلى ان شاء الله باذن الله يكون متوقع. ده حق المحصول لسه اقول لك ما عرفناهوش. يعني من دلوقتي من البشاير يعني. البشاير ان شاء الله مبروك. يعني هيكون اعلى ولا اقل؟ لا، هيكون اعلى ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وربنا يكرمنا ان شاء الله. وربنا يبارك لك فيك. امين بجاه النبي يا رب. معانا الاستاذ محي من الجمعيه الزراعيه، عاوزين نعرف برضه رايه في التجربه دي. والله يا دكتور بصراحه يعني المفروض التجربه تتعمم على مستوى الفلاحين، لان احنا عندنا فلاحين بس يعني مش مصر لا كلها. لا مصر كلها، بس بكلمك احنا عندنا نسبه القصب يعني المساحه 1900 فدان. يعني اكبر مساحه على مستوى المركز. غير خارج الزمام. خلي بالك. يعني انت شايف ان هي ممكن تجيب محصول اعلى؟ طبعا يا دكتور. محصول اعلى. طب انت ايه رايك بقى انت اللي عامل الشغل؟ لا، شغل ممتاز وجيد، ووفر في البقايا الحمويه. أيوة. ووفر في الاسفل. طيب والحشايش ما وفرش؟ والحشايش طبعا عشان قدرنا سيطرنا على الحشائش. قدر يسيطر على الحشائش. يبقى كده المجهود المزارع برضه. احنا كده بنقول ان دي تجربه جديره بالمتابعه، واحنا هنفضل متابعين ان شاء الله ونعرف المحصول جاب كام. وده الاتجاه الجديد اللي بتتجه الدوله في الفتره الأخيرة، ونتعشم إن شاء الله أن يكون فيه
حاجة كويسة لمزارعين القصب في مصر عامة وفي الصعيد خاصة. وكده احنا يعني اديناكم فكرة عن المحصول بزراعة القصب بالشتلات. ربنا يديك الصحة والبركة يا دكتور والله. الله البركه فيه والنبي. موضوع الديابة بفضل مجهود الدكتور احمد زكي اللي هو الانتاج ده ان شاء الله هيبقى زياده. عشان تزرع نفسك يعني، لو انت على مستوى عالي